وانا بادرت كمان بحل اضافي قلت له انا ما عنديش مانع اتبناه مع المطورين، اللي هو ايه؟ هي المخاطر ايه عند البنوك؟ لان دايما البنوك يعني ايه تصدر جمله كده تقول لك اصل انا مش عايز اتحول لمحفظه عقاريه، صح. اصل انا خايف ان الناس ما تصدقش فانا اتحول لمحفظه عقاريه. قلت له طب ايه رايك لو المطور ادالك ضمانه ان هو لو حصل تعثر هياخد الوحده بالمتبقي منها؟ يعني ايه؟ ده حل هايل. انت تبقى ضمنت المينيمم بس جارانتي الحد الادنى. انت صح. انت مولت بمليون جنيه، العميل لازم يدفع 20% عشان يستلم، يبقى بقى التمويل ب 800,000، الوحده بمليون يبقى التمويل ب 800,000. تمام. طب الراجل لو تعثر بعد قسط واحد يعني بقى عليه 750,000. طب انا كمطور ما عنديش اي مانع خالص ان انا اخد الوحده اللي ثمنها مليون جنيه ب 750,000 جنيه وانا هعيد 750,000. بيعها تاني. صح. يبقى انت كبنك وعيد ضمنت. بيعها بالسعر في الوقت انا بقى اللي بتاعها. هبيعها، انت مالكش دعوه، انا هديك 750,000 جنيه بتوعك صح. اللي انت موتهم وخلصنا. يبقى انت عندك نقطتين: الحد الادنى من الضمانه المطور يضمنه. لو انت عايز تبيع وعندك اداره امناء وعايز تبيع وانت تبيعها بمليون و100 بيعها، بيع. يبقى انت عندك الحلين، انا ما قصرتش عليك حاجه، بس انت ضمنت ان فلوس العملاء دايما موجوده بضمانه وبآلية.